صباح الخير، وانا هسه بمطار روما متوجه الى برشلونه رايح الجيت. خليكم وياي. هاي الجيت برشلونه الساعة 6:30 تنفتح، 6:15. وهذا مطار روما حلو. تعالوا نشرب قهوة منه. أول مرة أتيه بمطار، جيت أبدأ أسلم السيارة. القطع بالإيطالي كبيرة وجواها بالإنجليزي صغيرة كلش، يا دوب تشوفها ساعة ب4 الفجر، يعني الدنيا ظلمة، وأرد أدور على الكار رنتل حتى يعني أسلمها. الشركة اسمها سيسري باي كار، لا حد يجمعها، يعني خليك ويا بادجت أو أبيس أو انتربرايز. فأقول جيت دخلت المطار ما شفت القطعة، لأنها ناعمة كأنك بدفتر وأنت بسيارة جاي وراك سيارات. المهم أخذت فرة ثانية بالمطار، جيت شفتها القطعة ودخلت بالطابق الأرضي وصعدت للرابع. التعليمات تقول بالطابق الرابع، ما حد بالمطار نهائيا، فارغ. دبيت السيارة وإجيت أبدأ ندل الخطوط مالتي بيا تيرمينال. طبعا سويت جوجل البارحة بدي أشوف خطوط التيرمينال 1 لو 3، لأن تيرمينال 2 مغلقة. فالمهم رحت تيرمينال 1، أول ما طبيت باوعت على اللوحة ماكو الشركة اللي أنا حاجز عليها، مو من ضمنهم. فسألت قلت لهم يابا وين هوز؟ قالوا بتيرمينال 3. طلع من تيرمينال 1 روح 3. جيت 3 لقيت السرة شنو داق للباب. المهم وقفت بالسرة بحدود الساعة، اخذت البوردنج بس جيت قاعد هنا. هسه بالطيارة برشلونة. الوداع روما ايطاليا. وهاي اللقطة للبرشلونيين، هاي برشلونة، هذا الميناء مالها. هسه جدا ننزل. يعني ما صارت لي فرصة أشوفها بهاي السفرة، يعني راح أنزل ترانزيت في برشلونة وبعدين طيارتي الثانية لندن، راح أبقى بيها بالمطار لمدة 2.5 ساعة. بس مدينة حلوة من فوق. وهذا الهبوط. نزلت الرباط ربط قطك تاير فيها. سلامات. هذا مطار برشلونة، وهسه رايح للحزام حتى استلم الجنط، بعدين اخذها للبريتش ايرويز اسلمها، انزل بلندن ما ينطوني اياها، القى جنطي قدامي بامريكا فينيكس باريزونا. قطعة تقول باجج كلايم، اشوف لك يعني منها. هاي باجج كلايم. وين هاي الباجج كلايم؟ هاي يعني ننزل درج واقف
درج ما يشتغل مو خوش. وهذا مطار برشلونة المغادرة، طبعا بيه بالعربي راح اراويكم كل القطع موجودة بيه بالعربي. يعني مثلا هسه خلينا نشوف هاي القطعة، شوفوا مراقبة الجوازات، وهاي قطع بالعربية. وهسه إلى لندن، هسه طيارة برشلونة إلى لندن، ما أدري سمعوني أراويكم مطار برشلونة قبل لا نطير. هذا مطار برشلونة. رايح إلى مطار هيثرو، راح أنزل بهيثرو بلندن. هيثرو هو رئيس شبكة جاتويك. جاتويك بعيد صاير خارج لندن، هيثرو قريب على لندن كلش. نتيجة طبقت لندن لأن الطيارة ما لحقت عليها، راح ابات الليل هنا بلندن وباكر طيارتي مباشرة لفينيكس. وهذا مطار هيثرو بلندن، انا نازل بيه كلش هواية. هاي تيرمينال 3 اللي هي الدولية اللي اغلب طيارات امريكا تروح منها. هاي تيرمينال 3 اسواق.
هسه انا بالباص رايح للفندق اسمه ريني، هو فندق تابع للمطار، وراها الله كريم ما يجوع وتعب. وهاي لندن كل شيء بالمقلوب، غير اليمنى. يعني من تعبر الشارع عادة من نعبر الشارع نلتفت على اليسرى، انا لا تلتفت على اليمنى. كل شيء بالمقلوب. وهذا الفندق اللي قعدوني بلندن تابع للمطار، هو بس فندق فتشي. خل اراويكم الغرفة اللي سويت بيها انقلاب اول ما جيت. هاي الغرفة، شباك بيها تدفئة وتبريد، لا فتشي الغرفة فتشي. حمام فتشي. وهسه راح انزل اتعشى ميت جوع. الرقم هاي نسيت، 1713. أرضية خبور بيمان كلها إلكترونية. هذا مدخل الفندق، وهذا الريسبشن ماله. هاي قاعدة هنا. لا فندق فتشي يعني تابع للمطار. هذا البار ماله، يعني بار ومطعم. هم فتشي. صديق بلندن عزيز علي، فخابرته وكان المفروض يكون ببرشلونة، ماخذ عائلته ورايح يعني هم فيكيشن، يعني عطلة. اول ما رجع خابرني، قلت له بس لا تقول لي ببرشلونة، قال لي لا توني جيت. قلت له انا بلندن الطيارة خربت شغلتها وباكر رحلتي لامريكا. قال لا عاد راح اجيك هسه، فهسه انا منتظره بعد ما راح اكل. قلت له شوي تاخر عندي شغل اكمله. قال لي ايش عندك بشرفك؟ قلت له ايش عليك شوي تاخر، اريد اكل بالمطعم. وراح يجي ياخذني واروح يمه اسهر شويه وبعدين ارجع الفندق. يعني خليكم وياي. المشكلة انه باردة هنا برا، باردة جدا باردة، وقمصلتي بالغراض مال الشحن وراحن لامريكا كلهم، وانا بطريق لهني. يعني شو راح اطلع ما ادري، حاير بيها لان كلش باردة برا. اراويكم هذا الحمام العمومي بالفندق. ارضية جرانيت، درج تنزل. هسه راح اتفاجئ فيه. لا فانسي فتشي، لا هو الفندق 5 ستارز. لا فتشي هاي لو هاي. وهاي لندن، يعني احنا تقريبا قريبين على الداون تاون. اخذ التاكسي والولد طلع افغاني اسمه عبد الله. سولف لي هواي على لندن، يعني انا جاي لندن مو غريب عليها. هذا الخط السريع، وهسه رايح صديقي انتظرني. بس يجي طلعوكم لندن، خلينا نتقرب بعد على الداون تاون واصوركم بعد. راح نصعد فوق هذا الجسر شوي اراويكم لندن، مكان مرتفع. مشكلة الشمس بعيننا. هذا أعرض شارع بلندن، 3 لينات 3 سايدات. عندنا شوارعها ضيقة، هي كل أوروبا شوارعها ضيقة.
وسخ، لونه وسخ، يعني لون الجسور وسخه. شوف العمود ماله يعني ما ادري ليش يجي الوساخه. هذا البيت سعره 7 مليون او 8 مليون باوند، يعني 10 مليون دولار. يعني هو بيت صغير، ارقامه هنا. شوفوا هذا البيت صغار، هاي البيوت مو كبيره. يعني 7 مليون باوند، 8 مليون، يعني تقريبا يطلع بحدود 10 ملايين دولار. هسه اليوم الصبح تريقت ان شاء الله، وهسه منتظر ب8:15 يجي الباص يودينا للمطار. قاعد بالمطار انتظر طيارتي بعد ساعة ونص. هسه 9:30 طيارتي الساعة 11 دايركت فليز، يعني ما في ترانزيت نهائي. وهذا الموعد. شوفوا هذا باب. هسه انا باتجاه الجيت مالي 5. هذا محل شانيال، وهذا لويس فوتان. يعني اسواق كاملة بالمطار. هذا ديور، وهذا الجوتشي. مطار حلو، مطار رهيب. هاي بوينغ 777. هسه طلعت من المطار، خل اراويكم الرفاهية. شوفوا هذا الخط السريع بامريكا كم سايد، راح نحسب لنا 1 2 3 4 5 6 7 سايدات. الخط السريع هنا 7 سايدات. بينما شفت الفيديوهات باوروبا يعني شوارع ضيقة، هذا 7 سايدات. راح صراحة اراويكم الانفاق ايش قد عرضها. هناك النفق عرضها يعني سايد واحد رايح سايد واحد جاي. الانفاق ايش عرضها انتوا احكموا. هذا 1 2 3 4 5 6 سايدات، والسابع وهذا الثامن منه. ما حسبته. هذا يفوت به الشرطي، الاسعاف، لان هذا ما حد يمشي عليه. 7 سايدات النفق. شوف الاضوية البي طبي نهار ملعب بالضبط. ماكو انفاق هناك. فلذلك انا من احكي واقول انه مثلا اوروبا موجوده بالعالم، يعني موجوده بالكره الارضيه، بس امريكا بغير كوكب. هاي حقيقه. يعني انا هسه ما رويتكم شيء. اذا اريد اقارن لكم، هسه اقارن لكم الرصيف، اراويكم البيوت بالفيديوهات القادمه. بس انا تعبان، يعني هالكان لازم احكي لكم قصه ايش صار بي بالرجعه. السريع مع هذا الحائط المصفي. شوف هذا الحائط المبني، هذا الحائط بس حتى لا ينقل صوت السيارات للبيوت اللي بالجهه الثانيه، حتى لا ياثر على الناس، حتى لا يزعجهم. اكو بيوت ورا هذا الحائط، من تشوفون اكو حائط بالخط السريع معناها اكو بيوت هنا. شوفوا ايش عرض الخط السريع.